الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بزاف ديال الناس كيتسائلوا ومخلطين الأمور، كيقولوا واش صوت المرأة عورة؟ يعني واش المرأة تقدر تغني قدام الرجال، واش تقدر تهضر معهم إلى غير ذلك؟ يعني يجوز. شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ إلا كان الإنسان مثلا كيمشي للمارشي باغي يتقدى، مرأة باغا تتقدى، مرأة كتمشي لشي بلاصة يعني شي بيرو فيه رجال وبغات تسول على واحد الورقة ولا تسأل واحد الورقة واش حرام؟ تقول لهم لا ما خصنيش نهضر، ما خصكمش تسمعوا الصوت ديالي. لا، ماشي حرام. والدين ديالنا ماشي دين تعصب، الدين ديالنا دين يسر. فإذا المرأة فيها تهضر، فيها تغني قدام الرجال، ماشي مشكل مادام ما كتقولش شي عيب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري قال أن عائشة كان زفت امرأة من الأنصار، يعني وجدت واحد المرأة من الأنصار يعني لبساتها إلى غير ذلك، لأنه كانت غتزوج هذيك المرأة مع رجل من الأنصار اللي كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شنو قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. واش ما معكم شي حاجة يعني ديال الغناء وداك الشيء، فإن الأنصار عزيز عليهم هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لعائشة دير هذه المسائل، فإذا ماشي حرام. النبي ما يأمرش بشي حاجة اللي هي حرام. إذن في الطبراني كذلك روى يعني على نفس الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ يعني واش ما صيفطوش معها شي جارية يعني فتاة تضرب بالدف يعني بالبندير وتغني؟ إذن عائشة قالت: تقول ماذا يا رسول الله؟ يعني تقول ماذا؟ قال: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السوداء ما سمنت عذاريكم. هذا هو الكلمات اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن الفتاة والفتيات يمشيوا مع في هذاك الزفاف ديال هذيك المرأة ويغنيوا ويضربوا بالدف. إذن هذا في دليل على أن الإنسان يضرب بالدف بالبندير يجوز، ماشي مشكل، ماشي حرام. وكذلك الغناء في العرس ولو كانوا الرجال كيسمعوا ماشي مشكل. وهذا دليل يعني على صوت المرأة ماشي عورة، ماشي حرام قدام الرجال، والغناء والضرب بالدف. زيدك دليل آخر، كان جوج جاريات كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ومع عائشة، كانوا مع عائشة وكيضربوا بالدف وكيغنيوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وشاف وما نكرش، ما قالش لهم علاش كديروا هذا الشيء حرام الى غير ذلك، لان النبي ما يمكنش يشوف واحد الحاجه ويسكت عليها. الساكت عن الحق شيطان اخرس. حاشا ان النبي يشوف واحد الحاجه اللي حرام ويسكت عليها. فدان مشى للفراش واستلقى على الفراش، يعني جلس في الفراش. دخل سيدنا ابو بكر ونكر عليهم، قال لدوك النساء يعني شنو كديروا، شنو هذا الشيء كديروا، حشومه الى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ دعهما، يعني دع هذوك الجاريتين، هذوك الفتياتين اللي كيغنيوا عند عائشة رضي الله عنها. فإذا لو كان حرام لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لأبو بكر اسكت عليهم، يعني علاش كتقول لهم إيه؟ والحافظ ابن حجر العسقلاني قال هذا دليل على جواز الغناء وصوت المرأة قدام الرجال مادام ما كيقولوش شي عيب. وابن ماجه كذلك روى عن أنس بن مالك أنه كانت واحد الجواري في المدينة وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم وبداو كيغنيوا، كيقولوا: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. يعني نحن جوار من بني النجار، يعني قبيلة اسمها بني النجار، يا حبذا محمد من جار، يعني نعمة وجار عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جارنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ الله أعلم إني لا أحبكن، الله أعلم إني لا أحبكن. فإذا هما كانوا كيضربوا بالدف وكيغنيوا كيقولوا الشعر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نكرش عليهم. إذا هذا هو ديننا، هذا هو ديننا ماشي دين تعصب، دين نضيقوا على النساء ولا نضيقوا على الرجال ولا نضيقوا في الدين ونحرموا الحاجة اللي ما حرمهاش الدين. هذا الدليل الإنسان خاصو يتذكروا من بعض الناس كيحرموا على المسلمين أن المرأة تغني قدام الرجال، أو إذا كان الإنسان عنده هو مراته وهو ما بغاش تمشي تغني قدام الرجال ماشي مشكل، هو عنده الحق يقول لا ما نخليكش تخرجي. أما بس إنسان يقول حرام أن المرأة تغني قدام الرجال، حاشا أن هذا يكون في الدين ديالنا. واش قال الحافظ البوصيري؟ الحافظ البوصيري قال على هذا الحديث أنه رجاله ثقات، وقال حديث صحيح الإسناد، يعني حديث صحيح ماشي مكذوب ولا ضعيف إلى غير ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وبارك الله فيكم.